بقى نقض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفقدوه. أنا أدي بميراث همشي مع النبي ليل نهار وفجأة يموتوا ويقتلوا في التراب تصبح صبح ما تلاقوش. هذا من أعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر أهل البلاءات العظيمة. قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم انه خفيف لكن مش قادر يقوم مش قادر يمشي، فجعل يهادى بين رجلين، العباس وعلي بن ابي طالب، حاطط ايديه على كتفه وهم شايلينه ورجليه بتجرجر. دلوقتي ابن حبان قال حتى ان بطن قدمه لظاهر. فلما شعر ابو بكر بقدومه اراد ان يتاخر فاشار اليه ان يثبت فثبت واتم الصلاه. أخالف أبو بكر في هذا الموضع سبيل الأدب؟ ما يرد عليه. أبو بكر رضي الله عنه في المرة الأولى رجع ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، في المرة الثانية لم يرجع. فليس هناك مناص من أن يقول خالف أبو بكر سبيل الأدب إذ لم يرجع.